4 تتبيلات لرمضان جاهزين عندك: تتبيلة إيطالية، شيش طاووق، تتبيلة مكسيكية، وسكالوب. يلا بينا نشوف الطريقة. وكالعادة أنا بحب آخد صدور الفراخ قطعة زي كده، احطها للشيش طاووق، بعدين مثلا اخد دي كده وابدا ان انا افردها رفيع. شفتوا بالشكل ده؟ هتنفع للشوي او هتنفع للسكالوب او البانيه. دي مثلا ما عجبتنيش كده، احطها للطاووق، ودي كده للسكالوب او للشوي. قطعتهم كده: الشيش طاووق، السكالوب، التتبيله المكسيكيه، والتتبيله الايطاليه. خلونا نبدا اول حاجه بتتبيله الشيش طاووق. زبادي، توم مهروس، زيت زيتون، عصير ليمون، المستردة تقريبا على الكمية دي 2 معلقة كبار أو 3 معالق، ملح وفلفل، والعسل. هقلبهم كلهم مع بعض. هضيف التتبيلة عليهم وكده فيها، ونخليها ترتاح 2 أو 3 قبل ما نفرزنها عشان تتشرب التتبيله كويس. وهنا التتبيله الايطاليه هحتاج بهار ايطالي وملح وفلفل وزيت زيتون وعصير ليمون. نسيت احط سنه توم ونقلبها. تتبيله الاسكالوب هحتاج ملح وفلفل، بودره بصل وبودره توم وبابريكا. هضيفهم هنا على الفراخ. بيضه، معلقه من الزبادي، عصير ليمون. نقلب كده وكده. تتبيله الاسكالوب كمان جاهزه. ونيجي للتتبيله المكسيكيه. هاخد معلقه كبيره من الزبادي، معلقه معجون طماطم، الثوم، ملح وفلفل، وده بهار فاهيتا وبابريكا، عصير ليمون، زيت زيتون، حبه فلفل احمر رومي مشويه. واخد دول كلهم واضربهم بالخلاط وهحطهم عليهم كده واقلب. بعد 2 ساعة خلوهم يرتاحوا، وبعدين هحطهم في العلب كده. احط كيس واقوم حاطه الطبقه التانية فاصل ما بينهم. وهنا التتبيله الايطاليه نفس الشيء، كيس احط باقي الكميه. وهنا بعد التتبيل على طول على البقسماط، اضغطوا عليها كويس. والشيش طاووق هسيخه المره دي مع فلفل الوان كده، واكملهم كلهم بنفس الطريقه.